تحية حب وتقدير للجميع، مرحبا بكم في حضي راسك. اليوم كيخصنا نحضيو راسنا من واحد القضية صعيبة بزاف. شتي هاد النصابة والمحتالين، هاد الشفارة راه كيديروا جميع الوسائل وجميع الحيل باش يدخلوا عندك ويديو لك رزقك. واحد السيدة بغات تبيع الدار ديالها، اتفقات هي وراجلها، داروا اعلان في واحد الموقع من المواقع ديال البيع والشراء، راه موجودين في الانترنت وراهم مشهورين. منزل للبيع، المساحة كذا، واحد المجموعة د المواصفات، دير الثمن ولا ما ديرش الثمن، هذاك الشيء سوقك. المهم الاساسي كدير الرقم ديال التليفون باش يتصلوا بك الناس اللي باغيين يشريو. ايوا توصلت بواحد المجموعة ديال المكالمات الهاتفية، كل واحد كيسول اللي باغي يشري بالمعقول، اللي باغي يعرف يدي الخبار، وزيد 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 وزيد. واحد النهار جات واحد المكالمة: السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يخليك، شفت واحد الاعلان ديال واحد الدار عندكم، بغيت عليها واحد المجموعة ديال المعلومات. فين جات الدار؟ محفظة ما محفظاش؟ مشمسة ما مشمساش؟ مصلوحة خصها شي اصلاح؟ الوراق ديالها مضبوطين؟ كل شيء ما كاين حتى شي مشكل؟ المهم طلب منا واحد المجموعة ديال المعلومات، قدمت ليه جميع المعلومات. وقال لي: ودي شوف، انا كنقلب على بحال هاد الدار، الموقع ديالها عجبني، هادشي اللي قلتي لي الا كان كله هو هذاك، راه في الغالب هاد الدار راه غتكون ان شاء الله من نصيب. وقتاش يمكن لي نجي نشوفها؟ قلت له: ودي شوف، انا الراجل ديالي كيخدم السيمانه كلها، الا بغيتي تجي غتجي السبت والحد. قال: لا ما يمكنش، انا عندي واحد الخدمه السبت والحد عندي عامر، مستحيل. الا غنجي وسط السيمانه. قلت له: ودي وسط السيمانه ما يكونش الراجل. قال لي: ودي ما حنا جايين نبيعو ونشريو، حنا نجيو نشوفو الدار ونمشيو في حالاتنا، راه نجي انا والمدام حتى انا. المراه سمعات غنجي انا والمدام، باغا تبيع الدار، ما كاين حتى مشكل. جا الراجل، قالت له الخبار، قالت له: واحد السيد راه غيجي هو ومراته يشوفوا الدار، راه قلت له يجي السبت والحد باش تكون انت اما السبت اما الحد، راه ما يمكنش له. دابا شنو غندير؟ قال لي: ماشي مشكل، السيد هو ومراته لا جاو يشوفوا الدار، دخليهم يشوفوا الدار وتفاهمي معاهم، وديك الساعه الا كان شي مفاهمه اكثر راه نجلسوا جميع ونتذاكروا. اتفقت هي والراجل ديالها، ما كاين حتى شي مشكل. عاود اتصل بها بالتليفون، قال لها: ودي وقتاش يمكن لي نجي؟ قالت له: راه هضرت مع الراجل ديالي، ماشي مشكل، اجي وقت ما بغيتي. دار معاها الوقت. السيده كتسنى الراجل غيجي هو ومراته باش يشوفوا الدار، سمعات الدقه في الباب، حلات الباب، كتلقى جوج د الرجال. قال لها: انا هو السيد اللي عيطت لك على الدار، وهذا الخو ديال المدام راه ما قدراتش تجي، هذا راه الاخ ديالها، جينا الله يكثر خيرك نشوفوا الدار. حرجوها، ما عرفات شنو دير، بقات متردة، ما حرجوها، دخلوا. قالت لهم: مرحبا. دخلوا كيشوفوا الدار، ها بيت النعاس، ها الصالة، ها الكوزينة، ها الدروج اللي كيطلعوا الفوق. المهم كتوريهم. واحد الوقت قبطوها، دفعوها على الحيط، جبدوا عليها المواس، كتفوها مع واحد الكرسي، سدوا ليها فمها، بقاو كيدوروا في الدار. داو الذهيب، داو الفلوس، هدوها توريهم واش كاين شي حاجه مخبيه، ما عندها حتى شي حاجه. داو التليفونات، داو بيسي، اي حاجه غاليه وسهله في الهزه هزوها، خلاوها مكتفه، خرجوا من باب الدار، سورتوا الباب وداو معاهم السوارت ومشاو. بقات السيده حتى جا الراجل من الخدمه، دار الساروت، حل الباب، دخل من بعد ما كان دق كيتسنى المراه تحل ليه، ما حلات شاي. دخل كيتفاجئ، كيشوف المراه مكتفه، مشى كيجري، حل ليها التكتيفه ديالها، حيد ليها السكوتش من فمها. اش واقع؟ حكات له. قال لها: واش جا هو مرتو؟ قالت له: لا راه جا هو. قال لي: خو مرتو. قال لها: كيفاش دخل جوج د الرجال وانا ما كاينش؟ قلت له: انا استشرت معاك وجاو وحرجوني ودخلوا، شنو غادي ندير؟ انا بالنسبه لي الناس جايين يبيعوا ويشريو.
المهم بقى كيغوت بقى كيخاصم، هز مراتو مشاو داروا شكاية عند الأمن الوطني، وهما عند الأمن الوطني سولوه واش كتعرفي هاد الناس؟ ما كنعرفهمش. فايت شفتيهم؟ ما عمرني شفتهم. شنو الاتصالات اللي كانوا بيناتكم؟ قالت لهم عيطوا لي بالتليفون جوج د المرات، طلبوا يجيو يشوفوا الدار اللي عامله ليها الاعلان انا في الانترنت، جاو باش يشوفوا الدار. هادشي اللي عطا الله. لا شفتيهم تعرفيهم؟ نعرفهم. وراو واحد المجموعه ديال الصور ما بانوش ليها. شنو عندك؟ عندي نمره ديال التليفون باش كانوا كيتصلوا بيا. هاد القضيه ديال الشرائح ديال التليفون، لي كارت ديال التليفون اللي كيتباعوا، اللي بغى يشري شي كارت يشريها 10 دراهم 5 دراهم، يا ودي 3 ديال الدراهم. كتكون في القهوه جالس حتى كيجيو يدوروا 3 ديال الدراهم ديال الفاعلين بثلاثه، لي زوبيراتور بثلاثه اللي عندنا في المغرب. لي كارت ديالهم كيتباعوا ب3 دراهم لا كارت، وفيها 20 درهم ديال المكالمه. يعني هاد الشركات ما سوقهاش تشري لا كارت بدون هويه، تستعملها اللي كيهمها هي ان لي كارت يتباعوا، وتقول لك انا عندي كذا مليون ديال الناس اللي كيستعملوا الهاتف، وتبيع لك وما سوقهاش بدون هويه وما كاين حتى شي مشكل. في الوقت اللي الا كنتي على برا وبغيتي تشري كارت، تشري بيوس، كيخصك الهويه ديالك وتقيد هذيك لا كارت بسميتك، وتكون بعدا مواطن ديال ديك البلاد، وتقيد بالاسم ديالك باش الا وقعت شي مصيبه بهذاك الرقم ديال التليفون اللي انت شاري الشريحه ديالو، يعرفوا منين يجبدوك. حنا للاسف ما عندناش هادشي في البلاد. خطر على المواطنين وخطر على الوطن ككل. يمكن تعمل عمليات ارهابيه باستعمال شرائح ديال الهاتف، التفجير عن بعد، وهاد الاشياء للاسف عشناها. لا كتذكروا الواقعه ديال الاركانه في مدينه مراكش. فنتمناو على هاد الشركات انها تكون شركات مواطنه وما كيهمها شيء فقط الربح المادي. راه اي واحد بغى يشري كارت ديال التليفون كيخصو ينزل لا كارت ناسيونال ديالو ولا الباسبور ديالو، الهويه ديالو تكون معروفه. هاد السيده ما عندها حتى شي حاجه، عندها رقم ديال التليفون، هذاك الرقم ديال التليفون مشري ب3 دراهم ولا 5 دراهم، قضي به الغرض، هرسو لوحو، ما عرفك حد للاسف. هاد الناس غيتشدوا ولا ما غيتشدوش نقدروش نعرفوا. الابحاث كتعمل، يمكن يتقبطوا يمكن ما يتقبطوش، يمكن يتقبطوا في شي جريمه اخرى ويعترفوا بهذه الجريمه، ولكن الذهب مشى، الفلوس مشاو، منقولات اخرى مشات، الخلعه، وتحمد الله انها ما تكرفصوش عليها. شنو الدرس اللي كناخذو؟ شنو العبره اللي كناخذو؟ ما نحلوش دارنا لاي حد، واخا نكونوا كنبيعوها، وإلا كان ضروري الناس يجيو يشوفوها ما تكونش بوحدك. كنتي راجل ما تكونيش بوحدك، الا كنتي امراه ضروري يكون اكثر من شخص اللي غيستقبل هادوك اللي غادي يجيو بين قوسين باش يشريو الدار. ما عارفينش حنا نيتهم، كنتعاملوا مع المجهول. نفس الشيء بالنسبه للناس اللي باغيين يبيعوا طوموبيلات او يشريو طوموبيلات. باغي تبيع طوموبيلتك كيجيو وحدين كيقول لك بغينا نشريوها ولكن خصنا نجربوها، طلع معانا نجربوها. كيمكن يديو كل شيء قونت ويسرقوك ويديو لك الطوموبيل ويخليوك في الخلا. ووقعات لشحال من واحد. كنتي بغيتي تشري كتركب مع وحدين كيقول لك انا مول الطوموبيل وهذا السمسار، وغتمشي معاهم انت باش تشوف الطوموبيل كي دايره، يوصلوك للخلا، يديو لك الفليسيات اللي كنتي هازهم معاك باش باغي تشري فليساتك، ويتكرفصوا عليك ويطلقوك. لذلك خصنا نعرفوا مزيان نحسبوها ونحضيو راسنا ملي نكونوا كنبيعوا ولا كنشريو مع المجهول. هادو ناس كيجيونا عبر الانترنت، كيجيونا من خلال الاعلانات اللي كنعملو، ما كنعرفوهم، ما عندنا هويتهم، ما عارفين شنو في نيتهم. داكشي باش نحضيو راسنا وما ندخلوش اي واحد لدارنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وخديتوا العبره من هاد القصه. ايوا حضيو راسكم. تحياتي.